كلنا بنبدأ رحلتنا بالتحفيز، صح؟ شعور الحماس، البداية قوية، الإحساس إنك هتقدر تغير حياتك للأفضل. بس تفتكر ليه الإحساس ده بيختفي فجأة؟ ليه الحماس مش بيكمل لنهاية الطريق؟ ألو، ازيك يا جو؟ أخبارك ايه؟ يا ابراهيم، عامل ايه يا اسطى؟ ايه يا عم، مش عارف ايه اللي حصل ليا والله. مش عارف، الحماس اللي كنت فيه كله راح ومش قادر اكمل زي الاول. مالك كده يا باشا؟ عامل زي المطفي كده ليه؟ انا مش فاهم ليه بعد ما كنت متحمس وكنت ملتزم وكل حاجه كانت تمام، يعني كل حاجه كانت ورديه، بقت كل حاجه صعبه، وكل ما اقرب اكتر الاقي نفسي مش قادر. يعني تعبت بجد، تعبت ان انا كل ما اقرب ابعد، كل ما اقرب ابعد، وكل ما عايز اكمل بنفس الطاقه بتقل، كل مجهودي ضاع. حاسس بشعور غريب، حاسس بشعور الخيبه، حاسس بتقصير، حاسس بتأنيب ضمير، حاسس ان انا ضايع، حاسس ان العالم واخدني لمكان مش مكاني، الطريق ما بقاش طريقي. بص هقولك، الحماس اللي انت كنت فيه ده دي كانت مجرد بداية، زي شرارة الولاعة كده مثلا. انت محتاج تبني عادة. عاده يا ابراهيم؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه عاده؟ بص يا جو، العادة هي انك تعمل حاجة باستمرار لفترة زمنية طويلة، يعني حتى لو الحماس راح تفضل مكمل بخطوات ثابتة كل يوم عشان توصل لهدفك. مش مهم تكون متحمس، المهم تكون ملتزم ومستمر، واهم حاجة الاستمرارية ومش الكمية عشان هتفرق. اه، فهمت. مش مهم ان انا اكون حاسس بالشغف كل يوم، صح؟ المهم ان انا استمر، حتى لو هستمر كل يوم بخطوات بسيطه. انت محتاج تتعرف اكتر على العادة، وفي مكالمات كتير بينا الفترة الجاية هنتكلم فيها عن العادة واهميتها وازاي تطبقها في حياتك.